ملخص الحلقة الخامسة من جميلة أزمات الميراث تلاحق ريهام حجاج. انتهت منذ قليل الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة الذي تخوض به النجم ريهام حجاج سبق رمضان دراما رمضان 2023. وتدرك جميلة سر إصرار أكرم على طلب المال، ويصرح الأخير والدته بحقيقة علاقته بمي، وتخطط شيري وزوجها هشام للإيقاع بجميلة. وتبدأ الأحداث مع شريف الفنان هشام إسماعيل الذي يخبر زوجته آية الفنانة سامية عاطف بأن شقتها أصبحت ملكا لجميلة، وأكد لها صحة العقود. وتواجه شهيرة الفنانة سوسن بدر داليا الفنانة عبير منير، وتخبرها أنها ستنهي علاقتها بزوجها طارق نصار، وتعترف بخطئها، مؤكدة أن تلك العلاقة لم تتخطى الكلام. وتحاول شهيرة الاعتذار لداليا وتترجاها باسم الأمومة ألا تفضحها أمام أولادها. وتحاول الفنانة يسرا اللوزي نفي علاقتها بنرمين، إلا أن جميلة لا تصدقها وتطلب منها الدليل. ويطلب أكرم من جميلة 20,000 جنيه، ولا تتردد جميلة في مقابلته وإعطائه المبلغ، إلا أنها سرعان ما تكتشف أنه يلعب القمار، وهو ما يتسبب في تراكم الديون عليه. فتدخل جميلة في مشاجرة معه وتخبره بعلاقة والدتها وطارق. وتخفي جميلة ما حدث من أكرم وشهيرة على زوجها زياد. ويحاول شريف التقرب والتودد لشهيرة، ويؤكد لها أنها امرأة حرة في اختيارها. وتحاول شيري معرفة سبب انزعاج جميلة، إلا أن الأخيرة تراوغها، وتطلب شهيرة من جميلة أن تنتبه لزوجها زياد والاهتمام به. وتحاول شيري لفت انتباه جميلة لأمر ما يدور بين هشام وشريف. وتتشاجر شهيرة مع أكرم بسبب علاقته بمي، ويؤكد أكرم لوالدته حمل مي وعدم تخليها عنها. وجميلة في زيارة لماجي وتطلب منها الحفاظ على سرية الطلب. وتطلب شيري من زوجها هشام التقرب والتودد من جميلة على حسب خطتهم الموضوع من أجل الميراث. مسلسل جميلة شخصية مثالية تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها. وتدور قصة المسلسل جميلة النجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور جميلة متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتها تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعين لحلها، إضافة إلى مواقف عديدة. ويشارك في بطولته الفنانة ريهام حجاج والفنانة سوسن بدر وعبير صبري ويسرا اللوزي، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.